دكتور، ايه الروتين اللي ممكن اعمله بعد ما اعمل الفيلر في وشي؟ وهل في منتجات ممكن تحافظ لي على الفيلر مدة اطول او لا؟ بعد ما عملنا فيلر والفيلر اصلا هايلورونيك اسيد، فيستحسن استخدم حاجة موضعية برضو فيها هايلورونيك اسيد تركيز 2%، عشان الهايلورونيك اسيد بيساعد البشرة تفضل مترطبة، وترطيب البشرة بيمنع التجاعيد. الهايلورونيك اسيد لما بيكون مايكرونايز بيساعد انه يمتص اكتر، مش سهل اي هايلورونيك اسيد الجسم او الجلد يمتصه. المايكرونايزد فورم بيسهل عملية امتصاص الهايلورونيك اسيد جوه الجلد، ويبقى احسن لو في هيدرولايزد مارين كولاجين، علشان ده بيديكي احساس ممتلئ شويه في الوجه بعد الحقن. بنصح باستخدام هيالو كولاجين سيرم SPF 30 من انفينيتي. سيرم دوت فيه 2% هيلورونيك اسيد مايكرونايزد فورم، وفيه هيدرولايزد مارين كولاجين، فالاثنين مع بعض مع الاس بي اف بيديني حمايه اقدر استعمله الصبح واقدر استعمله بالليل. ممكن نستعمله كهيلورونيك اسيد فور لايف، مفيش مده معينه عشان يحميني على طول من الايجينج. انفينيتي عامله كمان فور رينج اوف سكين روتين، عندنا كلينزر، عندنا اي كونتور كريم، عندنا فيس كريم، عندنا سيرم. ممكن نجرب سكين روتين بتاع انفينيتي. لو حد عنده مشكله بيروح لدكتور، بس الناس اللي جلدها ما فيهوش مشاكل تجرب سكين روتين ده وتقولي ايه اخبار.